ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض الماربل كيك او كيك التايجر زي ما بتحبي تسميه. بس هنعمله النهارده بجد مش زي اي كيك خالص. هنعمله هيبقى كيك هش جدا وهيدوب كده في البق دوب بجد تحفه. شايفين شكله عامل ازاي؟ عامل كده زي ما يكون لوحه فنيه. شايفين الجمال؟ لما تشوفي الطريقه لازم هتجربيها وهتقومي تعمليها دلوقتي لانها تعتبر اكترية حاجتها موجوده في البيت. بس قبل ما نبدا، دي قناتي فيها ولايك لو عجبك الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المقادير بتاعتنا قدامنا اهوت. هنبدا اول حاجه هنعملها، هنجيب نص كوبايه زيت. طبعا الزيت اللي بنحطه على اي حاجه حلوه او اي معجنات او بسكوتات او كيكات لازم بيبقى ريحته حلوه، ما يبقاش زيت ليه ريحه. انا قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات. ومعانا كوبايه سكر او كوبايه الا ربع. لو بتحبي الحاجه مسكره بتحطي كوبايه، لو بتحبيها مش قوي بتحطي كوبايه الا ربع. ومعانا 3 بيضات، دول بدرجه حراره الغرفه. بتطلعيهم قبل ما تعمليهم مثلا بحوالي ساعه او ساعتين عشان ما يبقوش ساقعين، عشان تطلع الكيكه معاكي هشه زي ما قلت لك. وهنبدا بقى نضرب الزيت بتاعنا والسكر والبيض، وهنحط طبعا كيس فانيليا او فانيليا سايله زي ما انت حابه، ونبدا نضربهم بالمضرب مع بعض. طبعا انت ممكن تحطي اي ماده دهنيه، يعني ممكن تحطي بدل الزيت تحطي سمنه او زبده، مفيش اي مشكله. بس لو تستخدمي سمنه او زبده برضو تبقى بدرجه حراره الغرفه. تحطي مثلا نص كوبايه برضو بدرجه حراره الغرفه، ما تبقاش جايه متجمده من التلاجة، عشان تحافظ على ان الكيك بتاعنا يبقى هش. ده نفضل نضربه لحد ما لونه هيبيض قدامنا، هيبقى فاتح كده. هنجيب بقى معانا كوبايه زبادي، وبرده نكمل الضرب بتاعنا بالمضرب. لو ما معكيش مضرب يدوي ممكن تعملي بمضرب كهرباء، تشتغلي بالمضرب اليدوي او تشتغلي بالمعلقه عادي، مفيش مشكله. وهنجيب بقى الدقيق بتاعنا، كوبايتين دقيق بس. هننخلهم كويس برضو تاني مره، ننخلهم مرتين. وهنحط عليهم معلقه بيكنج باودر، مش الكيس كله، معلقه واحده. ونبدا بقى نقلب برضو كده، نشتغل بالمضرب بتاعنا. وطبعا المقادير انا هسيب لك المقادير كلها في صندوق الوصف. هنقلب، هيطلع العجين عندنا كده، ما بيبقاش جامد قوي وما بيبقاش سايل. هناخد نصه وهنجيب معانا كاكاو. ده اسمه كاكاو خام، بتجيبيه من عند العطار او من عند مستلزمات الحلواني، بتقولي عايزه كاكاو خام. انا جبته غامق، ممكن انت تجيبيه فاتح هيبقى لونه افتح شويه في الكيك عما انت شفتيه في الاول. وهننخله برده لان بقى فيه تكتلات، انا عملته قبل كده ولقيت فيه تكتلات فبقيت انخله. وهنبدا بقى نقلبه على الكميه اللي احنا اخدناها من العجين بتاعنا. هيبقى جميل جدا جدا الكيك ده، جميل جدا وهيعجب الولاد قوي قوي قوي، وهتعملوا لهم على طول. طبعا احنا لما حطينا الدقيق فالعجينه بقت معانا تقيله شويه، فهنحط لها يعني حوالي مثلا ربع كوبايه لبن او نص كوبايه لبن حليب عشان تبقى سايله شويه. ونجيب بقى القالب بتاعنا ونبدا نحط فيه الاول البيضه وبعد كده البن، او العكس، عكس الترتيب اللي انت حابه، الترتيب اللي انت حابه تعملي بيه. طبعا احنا الطاجن اللي هتحطي فيه او القالب اللي هتحطي فيه بتغلفيه الاول بشويه سمنه تحت او زيت وعليهم حبه دقيق، وتبداي بقى تحطي زي ما قلت لك، ده حبه وده حبه، يعني معلقه ومعلقه مثلا. ديت بتاعت شيش طاووق كده او سلاكه تعملي بيها، بتوزعي بوزع بيها اللون البني عشان يطلع شكله زي ما شفتوه في الاول كده. هنحط الصينيه هيبقى نصها، هنحط نصها بس، مش هنحط الاخر عشان ينفش على راحته. انا عملت هنا في 2 قالب وهحطها في الفرن حوالي ربع ساعه او تلت ساعه على درجه حراره 180. شايفين؟ هحط بقى فيها برضو السلاكه دي، اول ما تطلع فاضيه وما فيهاش اي عجينه خالص يبقى استوت. شايفين عامله ازاي؟ شايفين ظهرها عامل ازاي؟ ما اتلسعتش ولا اي حاجه، وطلعت بكل سهوله. وزي ما قلت لكم جميله، شبه كده كأن بالظبط بتعملي لوحه فنيه، وحلوه جدا جدا. هبدا بقى اقطعها، بتسيبيها اما تبرد شويه، وطبعا انت قبل ما تنزليها بتسيبيها برضو تبرد شويه عشان يبقى سهل انك انت تنزليها. وكده نبقى عملنا الماربل كيك بدون اي افتكاسات وبطريقه سهله جدا جدا. واتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده. بالهنا والشفا.